في 27 نوفمبر 2006 استلم اللاعب الإيطالي فابيو كانافارو جايزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم للسنة دي. فابيو كانافارو يدخل التاريخ كأول مدافع يتوج باللقب العالمي. ممكن لما تقرا الخبر ده لو انت مش مشجع كروي جامد تقول انه عادي، لاعب وفاز بجايزة، بس لو انت دورت ورا الفوز ده هتفهم انه قد ايه كان فوز غريب. يعني وقتها كان في اعتراضات كتير، زي بالظبط لما رودري كسب البالون دور، وده هيبقى حقيقي اكتر لما تبص على القائمة كلها وتشوف كانافارو المدافع الايطالي قدر يفوز على مين. هتلاقي انه المركز الثاني بوفون، والثالث تيري هنري، والرابع رونالدينيو، والخامس زين الدين زيدان. فلما تقرا اللعيبه دي ورا بعض وتلاقي ان المدافع هو اللي كسب البالون دور في الاخر، فطبيعي هتحس ان في حاجه غلط. وهنا يجي سؤال مهم، هل كانافارو استحقها فعلا؟ طب سيبنا من ده، هل فعلا المدافع الايطالي عامه هو المدافع الافضل؟ طب ليه؟ وليه ايطاليا مشهوره بالدفاع اصلا؟ هل في سبب مثلا؟ طب هل في دليل ان مدافعين ايطاليا فعلا هم الافضل في المركز ده؟ ودلوقتي جه وقت ان اكشف لك سر قوه ايطاليا دفاعيا. وخليني اقول لك ان القوه الدفاعيه اللي اتشهرت بيها ايطاليا ما كانتش اصلها ايطاليا اصلا. في سنه 1960 وبالتحديد في ايطاليا والنادي انتر ميلان، والمدرب كارل هيريرا كان بيحاول يوصل لطريقه دفاع تساعده انه يوقف هجوم الخصم من خلال انه يكتر لعيبه في الدفاع بحيث ان المساحه تقل وتبقى ضيقه على اي مهاجم يحاول يعمل خطوره. طب هل الطريقه دي نجحت؟ كارل هيريرا قدر بعدها يحقق 3 دوري مع الانتر، وكمان كسب كاس ايطاليا. فالاتحاد الايطالي وقتها خلاه المدير الفني للمنتخب الايطالي. وخليني اقول لك ان طبيعي تشوف انه طب ما ايه الجامد يعني، ما طبيعي هنكتر بني ادمين في جزء معين علشان مساحته تقل فما يبقاش فيه خطوره. هقول لك ماشي، بس انا بكلمك سنه 1960، يعني وقتها كل الطرق الدفاعيه والهجوميه كمان اللي موجوده دلوقتي ما كانتش متشافه خالص وقتها، وكانوا لسه بيكتشفوها. المهم ان هيريرا لما اخترع الاستراتيجيه الدفاعيه دي سماها كاتيناتشو، ودي معناها الحرفي قفل الباب. ووقتها اي محلل رياضي كان يقعد يقول لك كاتيناتشو كاتيناتشو، وكان الترند حاجه كده زي البيلد اب. طب وانا كمدرب ازاي اعمل الكاتيناتشو دي؟ هقول لك، كان في طريقتين بيعتمد عليهم المدربين في الاستراتيجية دي، 5-3-2 و5-4-1، ده في بدايتها خالص. وهنا طبعا باين زي ما قلت لك اننا مكترين مدافعين ومضيقين مساحات، ومع الوقت اتطورت وبقت 3-5-2 او 4-5-1 بحيث اننا نخلي العدد الاكبر في نص الملعب. المهم اننا نعمل زحمة ونضيق المساحات برضو. طب هل دي بس كانت الطريقة ولا في حاجات تانية؟ طبعا كان في حاجات تانية. كان لازم مدافعين طوال علشان الكرات العالية، وأجسامهم قوية علشان الالتحامات. المهم إنك تحاول تمنع الخصم بأي طريقة إن يهدد المرمى حتى لو بخطأ. طب خلاص، أنا هعتمد الاستراتيجية دي، إيه بقى اللي هيفيدني كفريق؟ هقولك إن التكتيك ده قادر يساعد فريقك إنه يدافع بقوة بعيداً كمان عن مستوى الفريق كأفراد، لأنه تكتيك جماعي، فإنك تبدل لاعب بلاعب مش هيسبب مشكلة خالص. المهم إن كلنا نقف ونعمل زحمة ونضيق المساحات. طب هنهاجم إمتى بقى؟ هنهاجم لما الخصم يضغط علينا في كأس عالم 1970 المنتخب الإيطالي كان بيكسب وبيتأهل وبيعدي لحد ما وصل للنهائي، وهنا اتكشفت الخطة لما كان في ضعف كبير هجوميا، لأن الهجمات المرتدة مش أسلوب هجومي، ده رد فعل داخل الملعب وما ينفعش تعتمد عليه طول الماتش. وده اللي كان مأثر على إيطاليا وقتها، لأنها كانت بتتعادل كتير، ولما كانت بتكسب بفرق بسيط، يعني هدف مثلا. ودي كانت نقطة سلبية كبيرة تخلي الكاتيناتشو تختفي شوية. بس هل اختفت تماما؟ أكيد لأ، لأنها لسه موجودة لحد دلوقتي، بس بدايتها في الستينات في إيطاليا خلت أجيال كتير تتربى عليها، فبقت إيطاليا معروفة بالدفاع. والدليل على ده إنك لو اتسألت دلوقتي مين أفضل 5 مدافعين في تاريخ كرة القدم، أنت أكيد هيجي في بالك 2-3 من إيطاليا، وفي الغالب هيبقوا مالديني ونيستا وكانافارو. فده طبيعي يخلي الدفاع الإيطالي دفاع مميز. وخلينا أعد لك مدافعين إيطاليين يأكدوا لك إن صعب تلاقي كواليتي المدافعين ده في دولة تانية، سواء كانت إنجلترا مثلا أو أسبانيا، باعتبارهم الدوريات المنافسة. المجلة الشهيرة 442
قدرت تذكر 32 مدافع إيطالي باعتبارهم أفضل مدافعين في تاريخ إيطاليا. وملحوظة الفكرة في العدد، لأن ما أعتقدش تقدر تقول 32 مدافع إنجليزي وفعلا يكونوا كويسين، وما تقدرش تقول 32 مدافع إنجليزي أصلا. في المركز ال 32 جيوفاني دي لورينزو، وده طبعا بعد ما قدر يكسب مع المنتخب أوروبا 2020 والدوري التاريخي مع نابولي 2023. وفي المركز ال 31 جيانلوكا بيسوتو، مدافع اليوفي اللي قدر يفوز بدوري الأبطال و4 دوري إيطالي، وكان لاعب جوكر وكمان صاحب أدوار هجومية، وكان ليه دور مع منتخب إيطاليا إنه يوصل نهائي يورو 2000، ده غير إنه لعب في كأس عالم 98. في المركز ال 30 ماركو ماترازي، صاحب اللقطة الأشهر في كأس العالم 2006 واللي تعتبر من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم، لما الزوز زين الدين زيدان قرر يعقله فخبطه بالدماغ في صدره. بس خليك فاكر برضو إن هو اللي سجل هدف إيطاليا والتعادل ليهم في النهائي ده. وخلينا نعد مدافعين ونتقدم شوية في المراكز، يعني عندك مثلا ماسيمو أودو، جيوفاني تراباتوني، وفابيو غروسو، وكريستيان بونوتشي، وسيرو فريرا، وبرلويجي سييرا، وسيزار مالديني الأب. moments later. والمركز الخامس أليساندرو نيستا، مدافع لاتسيو وميلان واللي محبوب جدا من جمهور الفرقتين، وطبعا يعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم. والمركز الرابع بيجي اللاعب فرانكو باريزي، اللاعب اللي شارك مع AC ميلان في 716 مباراة باختلاف المسابقات، وده رقم كبير جدا، وده يدل إنه ما كانش معروف بإصاباته الكتير وكمان ثبات مستواه. وملحوظة هو اتطرد 4 مرات بس في 716 مباراة دول، يعني كل 200 مباراة ممكن يطرد مرة. وكسب كأس العالم مع إيطاليا في 1982 وفاز بالدوري 6 مرات مع الميلان، وخد هداف كأس إيطاليا موسم 89-90 برصيد 4 أهداف. وفي المركز الثالث اللاعب غايتانو شييرا، والمدافع ده بقى كان من المدافعين اللي بيعتمد عليهم بشكل أساسي في طريقة 5-3-2 للمنتخب الإيطالي في كأس عالم 1982. وطبعا كانوا بيلعبوا بطريقة هيريرا اللي هي الكاتيناتشو. وشييرا كانت أبرز فتراته مع أتلانتا وبعدها يوفنتوس، وقدر يكسب 6 دوري إيطالي. والمركز الثاني المدافع الذهبي فابيو كانافارو، كابتن المنتخب الإيطالي وحامل كأس العالم 2006 على حساب زيدان وأصحابه. وطبعا فوزه بالبالون دور زي ما قلنا كان حديث الصحف، لأنه في الأول والآخر مدافع، يعني ما بيسجلش ولا بيبقى نجم ماتش ولا عنده مثلا مهارات يمتع بها الجمهور، بس ده ما يمنعش إن الدفاع هو فن، فمش أي مدافع يتقنه، وده اللي كان دايما واضح في 2006 مع المدافع فابيو كانافارو. ونيجي للمركز الأول وخلينا نسيبهولك كتخمين في الكومنتات، بس هنديك كلوز. هو مدافع معنى اسمه باللغة الإيطالية الظهير، ولعب مع فريق واحد طول مسيرته، لعب معاهم 901 مباراة، حقق الدوري الإيطالي 7 مرات، ولكنه لم يحقق كأس العالم. بعد ما عدينا لك العدد الوافر ده من المدافعين واتكلمنا معاك في ليه إيطاليا مشهورة بالدفاع ومن إمتى بدأت القصة دي، خلينا نكمل لك إن الكاتيناتشو هي استراتيجية تعتبر إرث كرة القدم اللي سابه هيريرا للاعبين الإيطاليين. فكان أي لاعب من أقل أكاديمية لحد قطبي ميلان بيتدرب على الاستراتيجية دي، وبيترسخ في مخه إن الدفاع هو الفن اللي بتتميز بيه إيطاليا زي ما المهارات بتتميز بيها البرازيل مثلا. فكان طبيعي لو أنت لاعب إيطالي يبقى بتعرف تدافع، ومع الوقت اتثبت ده فعلا. وزي دلوقتي ما موجود مثلا باستوني، والمستقبل هيبقى جيوفاني دي لورينزو وكالافيوري، والماضي نيستا ومالديني. فهتفضل دايما إيطاليا ولادة بالمدافعين لأنهم اتربوا على ده، اتربوا إنهم يدافعوا على طريقة هيريرا. وبس كده عزيزي المشاهد، ولو وصلت لهنا جاوبنا وقول لنا مين المدافع اللي نقصده، وهل تختلف معانا في الترتيب؟ وما تنساش تستنى الحلقة الجاية. سلام.